ماذا نرى في انتخابات نقابة الصحفيين؟ في الحقيقة ردود أفعال واسعة جدا بعد فوز الأستاذ خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين على حساب الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار. وفي الحقيقة يمكن أنا كمتابع للانتخابات ومشارك فيها في الحقيقة كنت فخور في الحقيقة بهذا المشهد الديمقراطي الرائع. وده اللي بينطبق عليه مسمى العرس الديمقراطي. العرس الديمقراطي دائما وابدا في الحقيقه بتقدمه لنا نقابه الصحفيين من خلال منافسه قويه جدا، من خلال منافسه شريفه جدا، من خلال حياد تام لاجهزه الدوله، من خلال استقلال تام لاجهزه القضاء او رجال القضاء المصري العظيم في الحقيقه. بيكون نموذج لما نحلم به جميعا في الحقيقه في كل مؤسسات الدوله المصريه من تقديم نموذج رائع لممارسه الديمقراطيه. في الحقيقه يعني انا ضد فكره ان مرشح الدوله ومرشح التيار مش عارف ايه. يا جماعه لازم الجميع يعلم جيدا ان الصحفيين جميعهم على قلب رجل واحد. نختلف فكريا، نختلف سياسيا، لكن دائما وابدا بتبقى مصلحه الوطن هي القاعده الرئيسيه اللي احنا بنتحرك عليها جميعا، مصلحه الوطن والمواطن. ويمكن بعض الناس يمكن شايفين المشهد من جانب اخر. عايز اطمنهم واقول لهم الصحفيين هم لهم الكلمه العليا في كل ما يتعلق بامور الصحافه وما يتعلق بامور نقابه الصحفيين. يمكن الاستاذ خالد البلشي يمكن انا تحدثت معاه وهو راجل مهذب في بالمناسبه، ورجل خلوق جدا زيه زي الاستاذ خالد ميري في الحقيقه، ورجل مهني ايضا. يمكن قال البعض بيروج كذبا انه ضد الدوله او انه يسعى للتصادم مع الدوله على خلفيه المشكله الكبيره اللي كانت حصلت في نقابه الصحفيين والمظاهرات اللي حصلت على سلم النقابه. يمكن الاستاذ خالد البلشي قال انا يمكن في اكثر من منتدى صحفي دولي كان بيمثل في مصر في الحقيقه، كان مدافعا دائما وابدا عن مصر وعن مقدرات الشعب المصري وعن مؤسسات الدوله المصريه. وانا هنا في الحقيقه مش بدافع عن الاستاذ خالد البلشي، لكن هكذا الرجل تحدث وهو بيرتبط بعلاقات قويه جدا بالمناسبه وصداقه قويه جدا مع كل اطياف المشهد الصحفي في مصر، حتى الاستاذ خالد ميري. ويمكن كان في صوره يعني بيداعب او بيهرج فيها مع الاستاذ محمد شبان اللي خسر طبعا في الانتخابات الاخيره عضو مجلس النقابه. يعني انا عايز اقول ان الاجواء في النقابه اجواء صداقه، اجواء احترام، مفيش اجواء حروب كما يتصور البعض او يروج لذلك. بنقول طبعا مبروك للاستاذ خالد البلشي وهارد لك للاستاذ ميري رئيس تحرير الاخبار. وانا يمكن قابلته في اكثر من لقاء، حتى في مؤتمرات السيد الرئيس التقيت به اكثر من مره. راجل اكثر من رائع في الحقيقه، راجل مهني، راجل خدوم جدا في الحقيقه. وعايز برضه اقول للناس ان الاستاذ خالد ميري كان عضو مجلس نقابه الصحفيين اكثر من دوره، يعني راجل له شعبيه وله جمهور. مش عايزين يعني زي ما نقول نروج لاكاذيب لا مجال لها على الاطلاق في الوسط الصحفي. الصحفيين كلهم ايد واحده. قدامنا تحديات كثيره جدا في الحقيقه في المرحله القادمه بتواجه النقيب الجديد ومجلس النقابه الجديد، هم زملاء واساتذه كبار في الحقيقه. وفكره الصدام او اللي بيروج لها البعض لا توجد اطلاقا في اجنده اي من المرشحين على الاطلاق. الجميع يتحدث عن حقوق للصحفيين، يتحدث عن مزيد من الالتحام الصحافه بالمواطن لتعكس اماله والامه، تاكيد هيبه الصحفي، حمايه الصحفي لاداء دور عمله. واعتقد ان دي كلها ليست مجال الخلاف مع الدوله، ولكن دائما وابدا في الحقيقه العلاقه بين الدوله وبين الصحافه هي علاقه تكامليه. يمكن شفنا هذه العلاقه وصلت لقمتها عندما اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور ضياء رشوان النقيب السابق منسقا عاما للحوار الوطني. دي مسؤوليه كبيره جدا في الحقيقه في هذه الظروف
بيمر بها الوطن. كون ان الرئيس يختار نقيب الصحفيين دي ثقه كبيره جدا من الدوله ممثله في الرئيس في الصحافه والصحفيين. فانا يعني عايز اؤكد على هذه الجزئيه باعتباري رجل صحفي واعتباري شاركت في العمليه الانتخابيه اللي تمت بالامس. وفي الحقيقه انا بقول معركه الخالدين خالد ميري وخالد البلشي ستبقى خالده في تاريخ انتخابات نقابه الصحفيين، والروح الرائعه اللي تمت بين المتنافسين على مقعد النقيب وباقي الاعضاء حتى بتقدم نموذج رائع. بنقول مبروك على كل الصحفيين في مصر، وقدامنا تحديات كثيره جدا كثيره جدا في المرحله القادمه. يمكن ابرزها تدريب شباب الصحفيين، ايضا تحرير الصحافه من الراسماليين اللي هم بيحتكروا بعض الصحف من رجال الاعمال. انا دايما ويمكن انا طرحتها في اكثر من مؤتمر انتخابي للساده المرشحين، يجب ان نحرر الصحافه من عبوديتها انجاز التعبير للراسماليه المتوحشه المتمثله في بعض رجال الاعمال اللي بيتملكوا صحف ووسائل الاعلام. ويجب ان يتملك فقط الصحفيون وسائل الاعلام او الصحف الخاصه بهم على نموذج. يعني زي ما بقول دايما، ما ينفعش حد يفتح عياده غير دكتور، ما ينفعش حد يشتغل في الهندسه غير مهندس، ايضا ما ينفعش يتملك الصحف غير صحفيين، من خلال تاسيس شركات مساهمه يساهم فيها اكثر من صحفي من اعضاء الجمعيه العموميه. ويجب ان يخرج رجال الاعمال من معادله تملك الصحف والمواقع. دي مهمه جدا في الحقيقه. يمكن في قاعده صحفيه بتقول الحياه خرافه لا يمكن الوصول ليها. رجال الاعمال او الراسماليه اللي بتستثمر في مجال الاعلام وفي مجال الصحافه، عندما تتعارض الصحافه مع مصالحها يختفي الحياد. احنا في الحقيقه محتاجين كل هذه الرؤى في المرحله القادمه تطرح عشان نؤكد قيمه ومكانه الصحافه، اولا كضمير للوطن والمواطن، كداعمه للدوله ومؤسساتها في المرحله القادمه. مره ثانيه بقول مبروك للخالدين خالد ميري وخالد البلشي، هذه المعركه الرائعه النبيله الشريفه، ومبروك على كل الزملاء، وربنا يعين مجلس نقابه الصحفيين على هموم المهنه في المرحله القادمه.